اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الواقعه ديال سيدي بنور بحي السعاده بالضبط اللي انتشر الفيديو ديالها اليوم، واللي كتظهر واحد المراه مسنه تتعرض لاختطاف من طرف مجهولين في واحد السياره ديال داسيا من بيضاء. بطبيعه الحال هزت الفيسبوك، كلشي دوا عليها، كلشي دوا على ان الاختطاف كان على طريقه الاكشن ديال بحال ديال الافلام الامريكيه. كلشي عبر على الخوف ديالو شنو طاري. كاين العديد من الروايات بدات كتناسل واش هذه عصابه، هاد المراه واش عندها شي حسابات مع شي جهات اللي خلات على انها تختطفها. الناس اللي بانوا في الصوره والرجل او المراه اللي بان في الصوره واش هو رجل او مراه. حيت الطريقه اللي كان متنكر فيها ما خلت الانسان على انه ما يعرفش واش رجل ولا مراه، ولكن من الحذاء اللي كان لابس كل شيء قال على ان الرجل هو من قام بدفع المسنه داخل سياره، وبالتالي تم اختطافها لاسباب لحد الان مجهوله. كل ما قيل لحد الان هو ان السيده كانت باعت واحد بقعه ارضيه ب 20 مليون، وان هاد الناس هاد الجنات هادو حاولوا لانهم ياخذوا من هاد الاموال ديالها، وانهم تم اختطاف السيده لمده 10 ساعات قبل يعني الافراج عنها. الامن الوطني في سيدي بن نور مشكور دخل على الخط، قام باخذ يعني فيديوهات الكاميرا. استمع الى السيده اليوم بسيدي بن نور. سيدي بن نور هي مدينه توجد ضواحي الجديده. الامن دار داكشي اللي عليه كامل. الان هو في عمليه بحث على المشتبه فيهم من اجل ايقافهم. غالبا غادي يكونوا جوج اشخاص حسب ما ظهر في الفيديو، يعني السائق وكذلك حتى السيد اللي كان يتنكر في زي امراه واللي دفع المسنه داخل السياره. المسنه هذه اللي كانت في الساعات الاولى من صباح اليوم كترتدي لباس جايه من الحمام ولا غاديه للحمام، فاذا بها كتفاجأ بواحد السيد اللي دار على انه غادي معاه في نفس الطريق. قبل ان يتحدث معها كتبان على انه كانت كتبادل معها اطراف حديث قبل ما توقف واحد السياره ديال داسيا بيضاء، وبالتالي حل الباب ديالها ودفع السيده في الطوموبيل. بطبيعه الحال كيف ما قلنا على ان المغاربه في اللغه الاولى ما عرفوش شنو طاري، كلشي يتكلم على حادث اختطاف من غرائب الصدف انها وقعت في واحد المدينه في سيدي بن نور اللي معروف عليها انها مدينه صغيره، وكيفاش ان مدينه مثل هذا الحجم تشهد مثل هذه الظواهر ديال الاختطاف. قبل أن تتدخل الصحافة، تسول الناس، تمشي لأي مكان، دوات مع صاحب الكاميرا، يعني صاحب الكاميرا اللي نشر الفيديو، ويعني أظهر على أن السيدة تعرض للاختطاف وأنهم شافوها صباحا وسمعوا الغوات ديالها، وأنهم مشى لولاية الأمن وعطاهم التسجيل ديال الكاميرا، وانه مشكورين استقبلوه دواو معاه شافوا شنو كاين. يعني الشرطه على الفور تحركت من اجل يعني توقيف الجنات حسب ما قاله في تصريحات صحفيه. ايضا حتى الجاره ديال السيده اللي تعرضت للاختطاف دوات على الحاله النفسيه ديالها، ان الحاله النفسيه ديال السيده يعني بعد الافراج عنها تلقتها في الزنقه، دوات معها، قالت على انها تعرضت للاختطاف وانها استمعوا لها الشرطه في محضر رسمي، وانه غادي يتم متابعه الجنات والبحث عليهم بهدف توقيفهم في اقرب وقت ممكن، على اعتبار انهم داروا واحد ارهاف الناس، وكذلك حتى خلعوا خوف الناس، وخلوا العديد من الناس كيتكلموا على انه ما بقاش الثقه، وان الاولاد ديالهم اللي كيمشيو المدرسه في الصباح الباكر ممكن يتعرضوا لهذه الحاله هذه. بطبيعه الحال الاخبار يعني المنتشره كيقولوا على ان السيده باعت واحد البقعه ارضيه ب 20 مليون، وهذا الشيء اللي خلى يعني الجنات يكونوا يديروا الفخ لهذه السيده هذه بهدف حثها على منحهم هذه الفلوس اللي حطتها في البنكه. اذا هي العمليه وقعت في سيدي بن نور بالضبط في حي السعاده. كما شفنا الفيديو اللي كيبين هو بين ايدينا.
كيفاش ان هاد الناس هادو حاولوا يختطفوها. بطبيعه الحال هي لاول مره كطرح. حنا كنتمناو على ان الامن الوطني كيف العاده وكيف عودنا على انه كيدير خدمته، انه الان ايضا يدير خدمته ويوقف الجونات. وبطبيعه الحال كنعرفوا على ان الامن الوطني دائما يسهر على طمانينه المغاربه، وكذلك يسهر على استتباب الامن في جميع المدن المغربيه. وكيحاول دائما توقيف الجونات وتوقيف اي واحد عرض حياه المغاربه للخطر بطبيعه الحال. فالواقعه لحد الساعه لا زالت تسير، او يعني محط انظار واهتمام العديد من المغاربه، كلشي كيتكلم عليها. غادي نشوفوا ربما يكون في الساعات القليله المقبله بلاغ رسمي من ولايه امن سيدي بنور تكشف فيه الحيثيات، وكذلك توضح فيه معطيات جديده بخصوص هذه الواقعه هذه، وشنو كان طاري، وان الجونات علاش اختطفوا هذه السيده وشنو المصير ديالهم. بطبيعه الحال هذه الحادثه هذه هي فقط بمثابه درس ايضا للاباء اللي كيخرجوا وليداتهم في الليل او في الصباح بكري. من طبيعة الحال خص أخذ الحيطة والحذر، وأن العائلة دائما يحاولوا يرافقوا أولادهم وكذلك الآباء ديالهم إلى أماكنهم بطبيعة الحال باش يطمئنوا عليهم، وايضا باش ما يخلوش الفرصه للناس اللي المتربصين اللي ممكن انهم يخطفوا اي حاجه او يعرضوا ولادهم للخطر. على اعتبار انه ايضا باش نكونوا صراحه المغرب بطبيعه الحال معروف بالامن والامان، وانه ما عمره طرات الحوادث وحوادث نادره فاش كتكون في هذا الاطار هذا. وبالتالي الامن دائما يضرب بقوه على ايادي الناس اللي كيحاولوا دائما تشويه واظهار على ان المغرب ماشي بلاد الامن وماشي بلاد الامان. العكس صحيح، هو أن المغرب بفضل مجهودات رجالات أمنه وكذلك جميع التنوينات الأمنية كتحاول دائما على أنها تتدخل في الوقت المناسب، ودائما عودتنا على أنه مثلا بسيج كذلك يعني مختلف الشرائح ديال الأمن فكيقوموا بالدور ديالهم، كيعودون على أنهم دائما كيتدخلوا في وقت مناسب من أجل إيقاف الجريمة والجرائم، وكذلك إيقاف واعتقال الجنات وتقديمهم للعدالة بهدف يعني محاكمتهم. فنتمنى على ان الامن يحط يده على هاد الجونات اللي داروا هذه الواقعه هذه، وكذلك نتمنى من المغاربه على انهم ما ينشروش معطيات اللي تكون كاذبه، وان القضيه الان بين يدي او ايدي رجال الامن، وانه لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه، وان جميع يعني الاقوال التي يتم نشرها فهي محط او ما يعني مجرد افتراءات، وهي روايات تتناسل بين الصفحات، وأن الحقيقة هي السيدة أنه تم الإفراج عليها يعني من طرف هاد الجونات هادو، واستمعوا لها من طرف الشرطة ديال سيدي بنور، وأنه الشرطة بطبيعة الحال واخدة الإجراءات ديالها وكتقلب على الجونات، وفي أي لحظة يعني ستعلن الرأي العام في بلاغ كيف ما العادة. عودتنا رجال الأمن حنا كصحفيين كيتواصلوا معنا ببلاغات وكيظهروا وكيبينوا لنا المعطيات والتفاصيل الكامله ديال جميع الوقائع بدون مكياج. فقولوا لنا كي جاتكم هذه الواقعه هذه، وملي شفتوا الفيديو شنو بان لكم بالضبط، وكيفاش تخيلتوا يعني واش قلتوا على انه ممكن يكون شي فيلم او تجربه اجتماعيه، واش واقعه حقيقيه. قولوا لنا الراي ديالكم، ما تنساوش ديروا لنا كومونتير وجيم وسبسكرايب.